بعد اكتر من 15 سنه في عالم الفاشن اكتشفت ان اغلب الناس فاهمه موضوع التخفيضات غلط. اغلبنا اول ما بيشوف كلمه سيل بيفترض تلقائي ان ده احسن وقت يشتري فيه، بس الحقيقه ان الموضوع مش بالبساطه دي. مش كل خصم يعتبر فرصه حقيقيه، ومش كل حاجه ينفع تستنى السيل عشان تشتريها. عشان كده في الفيديو ده هنكتشف مع بعض اسرار البراندات اللي بيستخدموها وقت السيل، وازاي تعرف تستغلها لصالحك. هتعرف امتى تستنى السعر ينزل اكتر، وامتى لو استنيت ممكن تخسر اصلا الحاجه اللي انت عايز تشتريها دي وما تعرفش تشتريها تاني، وازاي تعرف اذا كان الاوفر ده مناسب ليك فعلا ولا مجرد رقم مغري وخلاص. وفي الاخر هقول لك قاعده بسيطه جدا بقيت اطبقها قبل ما اشتري اي حاجه، هتخليك تعرف في اقل من دقيقه اذا كانت الصفقه دي تستاهل فلوسك ولا لا. اول حاجه لازم تعرفها ان البراند مش بيتعامل مع كل الايتمز اللي في الستور بنفس الطريقه، ودي اول غلطه اغلب الناس بتقع فيها. في منتجات معينه بيبقى الطلب عليها ثابت طول السنه، زي مثلا البيزك تي شيرت او البنطلونات الجينز او الوايد سنيكرز. الحاجات دي لو استنيت عليها كتير ممكن تلاقي مقاسك خلص اصلا، او اللون اللي انت كنت عايزه اختفى قبل ما يوصل للخصم اللي انت هتستنيه. في المقابل في منتجات تانية فرصتها اكبر ان سعرها ينزل اكتر مع الوقت، زي الجاكيتس مثلا بعد نهايه الشتاء، او الكوتس، المايوهات في اخر سيزون الصيف، او الالوان اللي كانت ترند السنه اللي فاتت، الايتمز اللي عليها برنت او ديزاين مرتبط بسيزون معين زي كاس العالم او رمضان او الكريسماس. وفي حاجات تانية خالص بقى فرصه نزول السيل عليها بارقام كبيره قليله جدا، زي الكولابس اللي بتتعامل مع براندات كبيره، مثلا الكولاب بتاع اديداس وميسي او نايكي وسوبريم. فالسؤال اللي انت المفروض تساله لنفسك وقتها مش الايتم دي عليها خصم قد ايه، انت المفروض تسال نفسك هل الايتم دي من الحاجات اللي ينفع استنى عليها اصلا ولا لا. لان البراند مش بيقرر يعمل خصم على حسب سعر القطعه، البراند بيبص اكتر على سرعه بيعها والكميه اللي عنده منها قد ايه. كل ما الايتم بيتباع بسرعه بيبقى مفيش سبب ان هو يخلي سعرها ينزل او يعمل عليها خصم، لكن كل ما تفضل فتره اطول او السيزون اللي نازله عشانه ينتهي، يكون من المتوقع طبعا ان فرصه نزولها في التخفيضات تزيد. طيب ازاي تعرف بقى اذا كان الخصم اللي قدامك ده اخر سعر فعلا ولا لسه هينزل اكتر؟ الاجابه للاسف ما فيهاش ولا بشكل صريح، بس في كام علامه يقدروا يقولوا لك بنسبه كبيره جدا اذا كان الخصم ده لسه ممكن يزيد ولا لا. اول علامه لازم تبص على المقاسات، لو لقيت كل المقاسات تقريبا متوفره فده معناه ان المنتج ده لسه بيتباع ببطء، وساعتها في احتمال تشوف عليه خصم اكبر مع الوقت. لكن لو لقيت المقاسات الاساسيه زي الميديوم واللارج بدات تخلص او بقى فاضل قطعه واحده او اتنين، فده مؤشر تام ان الايتم دي مش هتقعد، وان الطلب على القطعه دي سريع جدا، وانك تستنى عليها فده هيكلفك المقاس او اللون اللي انت عايزه. تاني علامه امتى السيل بدا، لو البراند لسه منزل السيل من كام يوم، فكتير من البراندات بتنزل الخصومات على مراحل معينه، يعني تبدا بنسبه معينه وبعدها بتزودها لو المنتج لسه ما اتباعش بالشكل طبعا اللي هم كانوا متوقعينه. لكن خلي بالك هي مش معادله مضمونه دايما، ممكن تستنى فعلا والخصم يزيد، وممكن تستنى برضه وتكتشف ان المنتج كله خلص. وعشان كده القرار هنا مش انك تجيب اقل سعر وخلاص، الفكره كلها ان السعر يبقى بالنسبه لك مناسب، والاهم انك تلحق تلاقي مقاسك واللون اللي انت عايزه منه. بس في حاجه اهم من كل ده، مش معنى ان الايتم عليها نسبه خصم كبيره تبقى صفقه كويسه بالنسبه لك، لان نسبه الخصم اللي مكتوبه دي عمرها ما كانت دليل على انك وفرت فلوس كتير، وده اللي بيحدد احتياجك انت للايتم نفسها. انت بكل بساطه بتسال نفسك سؤالين: هل الايتم دي لو ما كانش عليها خصم كنت هشتريها اصلا ولا لا؟ وتاني حاجه، هل انت فعلا محتاجها ولا مجرد تحمست عشان السعر والخصم كبير؟ بس برضو ده مش معناه ان اي خصم كبير بيبقى مش حقيقي. في شويه علامات كده لو ظهروا قدامك الافضل انك ما تتحمسش قوي وتاخد قرارك على طول وتشتري. اولها لو الايتم ده اول مره تشوفه وقت السيل سواء اونلاين او في الستور، ما تفترضش تلقائي من نفسك ان المنتج ده هو اللي كان بيتباع قبل كده في فتره النيو كوليكشن، لان في براندات بتنزل ايتمز معينه للسيل بس وبتكون شبيهه للنيو كوليكشن اللي كان موجود عندها من فتره. لو انت بتشتري اونلاين افتح الديسكريبشن بتاع المنتج واقرا الخامه والمواصفات وشكل الريفيوز لو موجوده، ولو في ستور طبعا امسك الايتم بنفسك، شوف خامته، شوف التقفيل، شوف التفاصيل، جربه لو ينفع. طبعا الفكره هنا مش حلو او وحش، هو ممكن يكون حلو جدا بس مختلف، وممكن يكون هو اللي في النيو كوليكشن عادي جدا. المهم انك تبقى فاهم انت بتدفع في ايه بالظبط. تاني حاجه بقى، لو انت اصلا كنت متابع الايتم دي من فتره وعارف كانت بكام قبل السيل، لان ده بيحدد اذا كان الاوفر نفسه كويس فعلا بالفاينل برايس ولا لا، مقارنه طبعا بسعره الطبيعي مش نسبه الخصم المكتوب. فعلا هو ممكن يكتب لك اللي هو عايزه، ولو اول مره تشوفها في الستور قارن سعرها بعد الخصم بايتم تانية شبهها في براند تاني وشوف تستاهل ولا لا مقارنه بغيرها.
في بقى غلطة صغيرة كده في ناس كتير بتعملها، وهي ان هي بتقارن العروض في البراندات. انك تقارن ما بين عرضين في براندين مختلفين لمجرد ارقام نسبة الخصم اللي نازلة على الايتم، الارقام دي بسهولة ممكن تخدعك. انت ممكن تلاقي براند عامل خصم 70% وبعد الخصم سعر التيشيرت 1200 جنيه، وبراند تاني عامل 30% وبعد الخصم وسعر التيشيرت بنفس الجودة طبعا وكمان ممكن يبقى احسن ب 900 جنيه. في الحالة دي انت ما كسبتش عشان اشتريت من البراند اللي عامل خصم اكبر، انت كسبت لما دفعت اقل في منتج بيديك نفس القيمة. عشان كده كل مرة تقارن ما بين عرضين، سيبك من نسبة الخصم خالص في الاول، شوف سعر الايتم بعد الخصم كام، لان ده هو اللي هيحدد اللي هيطلع من جيبك كام في الاخر. طب ايه هي اوقات السيل الحقيقيه اللي تركز فيها وممكن فعلا تعمل فيها صفقات عبقريه؟ هقول لك على اهم 3 فترات في السنه تستاهل فعلا انك تعمل فيهم اغلب البراندات. اول فتره من اخر يناير لنص فبراير، وده غالبا احسن وقت تشتري فيه جاكيتات وكوتس وهوديز او اي هدوم شتوي، لان معظم البراندات بتبدا تصفي الكوليكشن الشتوي عشان تفضي مكان للكوليكشن الجديد. تاني فتره هي من اخر شهر يوليو وتقريبا كل اغسطس، ده الوقت اللي غالبا هتلاقي فيه احسن اسعار في اللبس الصيفي زي الشورتات والقمصان الخفيفه والمايوهات، حاجات اللينن. الصيف بيكون بيخلص والبراندات كلها بتجهز لكوليكشن الشتاء. طبعا ثالث فتره هي البلاك فرايداي في شهر نوفمبر، وده بقى من اقوى سيزونز السيل في السنه، وكتير من البراندات بتحضر له بعروض قويه جدا سواء اونلاين او في الفروع، وبيبقى فرصه كويسه قوي لو كنت مخطط تشتري حاجه من فتره. وطبعا ده ما يمنعش ان في براندات بتعمل عروض كويسه جدا في سيزونز تانية قبل الاعياد او في المناسبات زي الفالنتاين او الكريسماس، لكن دي بتختلف من براند للتاني فما تعتبرهاش قاعده ثابته. لكن الثلاث فترات دول اللي بقولك عليهم خليهم اول 3 مواعيد على رادارك كل سنه. في كمان شويه حلول عمليه تقدر تعملها لو في ايتم نفسك فيها ومستني ينزل عليها سيل. اول حاجه لو براند عنده ابلكيشن، شغل النوتيفيكيشنز بتاعته، لان اوقات كتير الاوفرز بتنزل هناك الاول قبل الستور. ولو براند عنده نيوزليتر طبعا تشترك فيها، لان في براندات بتبعت كواد خصم او بتعلن عن السيل للمشتركين الاول قبل باقي الناس. لو الموقع بتاع البراند فيه ويش ليست، حط فيها اي ايتم نفسك فيها، لان ده هيسهل عليك بعد كده تتابعها بدل ما كل شويه تدخل تدور عليه. لو مقاسك خلص، شوف لو في ريستوك اليرت او نوت برجوع المقاسات دي عشان يجيلك ايميل اول ما المقاس بتاعك يرجع تاني. واخر حاجه شوف الايتم دي في براندات تانية زي ما قلت لك، وقارن الاسعار والماتيريال والكواليتي، ممكن تلاقي بسعر افضل وتبقى انت اللي مركز في مكان واحد بس. واخيرا وصلنا للقاعده اللي هتوفر عليك فلوس كتير وانت بتشتري في السيل. قبل ما تدفع فلوس على اي ايتم، اسال نفسك سؤال واحد: انا هلبس او هستخدم الحاجه دي كام مره فعلا؟ خليني اوضح لك بمثال عملي شويه. ان انت مثلا لو اشتريت جاكيت ب 6000 جنيه وفضلت تلبسه على مدار 5 سنين وليكن 120 مره مثلا، يبقى كل مره انت لبسته فيها كلفتك حوالي 50 جنيه. في المقابل ممكن تشتري تي شيرت ب 500 جنيه وتلبسه مرتين او 3، بعد كده بيتركن في الدولاب، ساعتها كل لبسه هتكلفك اكتر من 160 جنيه. يعني رغم ان الجاكيت كان اغلى وقت ما انت اشتريته، لكن في الحقيقه هو كان اوفر لك مع الوقت. وعشان كده النهارده ما تسالش نفسك الحاجه دي بكام دلوقتي، اسال نفسك هتعيش معايا قد ايه وهستخدمها اصلا كام مره. لان في الاخر مش كل حاجه رخيصه تعتبر صفقه، ومش كل حاجه غاليه برضو تعتبر غاليه فعلا. وما تستاهلش الصفقه الحقيقيه هي الحاجه اللي هتفضل تستفيد منها سنين، مش الحاجه اللي انت وفرت فيها وقت الدفع وبعدين ركنتها في الدولاب او ما لبستهاش خالص. لو الفيديو فادك ابعته لاي حد اول ما يشوف كلمه سيل بيروح يشتري على طول من غير ما يفكر. واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر صفقه عملتها في حياتك ومبسوط بيها، او ايه اكتر حاجه اشتريتها بسبب السيل وبعدها ندمت ان انت جبتها. احب طبعا ان احنا نتناقش في الحاجات دي في الكومنتس، واحب اعرف رايكم في اللي انا قلته. لو في حد معترض، لو في حد مع الكلام ده وجربه ونجح معاه، اعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم. طبعا ده بيفرق جدا في انتشار الفيديو. واعملوا لي فولو على انستجرام وتيك توك، هتلاقوني بنزل حاجات جديده هناك كل يوم. سلام.